السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده عملنا حبه قرص باللبن الرايب، انما بجد جميله جدا. شايفين قد ايه هي هشه وجميله جدا؟ شايفين الجمال؟ تعالوا بينا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الطريقه الجميله بتاعه القرص الرايب دي عملناها ازاي. يلا بينا. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وسعاده وراحه بال. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله عدد كمال الله وكما يليق بكماله كما وكيف. اهلا بكم حبايبي في قناتي الاكل احلى مع ولاء. النهارده هنعمل ايه؟ النهارده هنعمل حبه قرص باللبن الرايب جميله. بصراحة هتعجبكم جدا جدا. انا اللبن عندي صراحة كنت جاية اغليه فرب مني صراحة. طب اعمل ايه؟ في ناس كتير قوي يا جماعة بتروح رمياه. طب ليه؟ ده اللبن الرايب ده يا جماعة مفيش حد بيرمي حاجة في الغلا اللي احنا فيه ده. وغير من كده كمان اللبن الرايب ده عايزة اقولك تعملي منه احلى معجنات يا جماعة. حاجه كده بتبقى يعني بيبقى ليه طعم تاني. النهارده ايه لما اللبن ربع عندي كده صراحه قلت بس والله لا انا عامله حبه قرص كده باللبن الرايب ومع كوبايه شاي باللبن كده الصبح او في العشاء. حاجه كده خطيره. وتنفع كمان يا جماعه انك تسحري بيها، يعني تبقى قرصه كده جنب كوبايه شاي بلبن، وجبه خفيفه في السحور بتبقى جميله جدا جدا. المهم عندي كيلو ايه يا جماعه؟ عندي كيلو من الدقيق نخلته طبعا تمام. حطيت عليه ايه زي ما انتوا شفتوا كده. حطيت عليه 4 معالق من السكر تمام، ورشه ملح صغيره خالص. وحطيت معلقه ونص من الخميره تمام كده، وقلبنا كل ده ببعضه. ودلوقتي نزلت بقى بميكس كده من السمنه والزيت تمام. بعد ما حطيت الميكس من السمنه والزيت يا جماعه هبتدي اقلب زي ما انتم شايفين كده اهو، ان انا اغلف الدقيق بتاعي كله بالسمنه والزيت يا جماعه. عايزه الدقيق يتغلف كده ويبقى عامل زي حبيبات الرمل كده يا جماعه اهو بالشكل ده. شيل المعلقه خالص بقى واعجن بايديا كده كده تمام. هبتدي بقى اجيب اللبن بتاعي اللي رب ده بسم الله، وابتدي انزل بيه كده اهو بالشكل ده زي الفل. ونقلب بقى كده بايدينا ونعجن كويس. ادي الحاجة حقها كده في العجن يا جماعة عشان تاخدي نتيجة مظبوطة تمام. فاديها حقها كده، عجيني كده، هاتي كل طاقتك حطيها في العجين. خلاص خلصنا عجن زي ما انتوا شايفين. العجينة بتاعتنا طرية بتلزق خفيف يا جماعة، بس هي طرية وجميلة تمام. هغطيها بقى بفوطة بأي حاجة واحطها ايه في مكان دافي تخمر بقى ايه على طول ان شاء الله. هنا العجينه زي ما انتم شايفين خلاص كده خمرت تمام. هبتدي اهبطها بقى بسم الله بالشكل ده. وامسك العجينه بقى يا جماعه اعملها ايه كور كده صغيره تمام. زي ما انتم شايفين كورنا كده العجينه شويه من العجينه تمام. هنبتدي بقى نعمل ايه. عندي بقى الصواني بتاعتي او السيجان بتاعتك الموجوده عندك تمام. هركن دول هغطيهم كده واركنهم على جنب، واجيب بقى صينيه كده بسم الله بالشكل ده بسم الله. وهجيب اول كوره انا بدأت بيها اهي بسم الله. هحطها كده في الصينيه وابتدي خفيف خفيف كده. بصي عشان العجينه مرتاحه فبتفرد معاكي بكل سهوله. بفردها بالشكل ده. شايفين يا جماعه؟ لقيتيها او حسيتي ان هي مش بتفرد معاكي بكل سهوله بططيها شويه. ممكن يعني ايه تبططيها على مرتين. بططيها شويه وبعدين ارجعي ايه افرديها تاني اهو بالشكل ده. وطبعا هعمل مسافة ما بين كل قرصة اهو. نبطط كده حلو بالشكل ده بسم الله. شايفين العجينة بتتفرد بكل سهولة وبكل بساطة ازاي يا جماعة؟ بسم الله ما شاء الله عليها يعني.
كده بقى القرص بتاعتنا بعد ما فردناها بالشكل ده. عايزه اقول لك بصراحه الكيلو دقيق عمل لي كميه حلوه قوي قوي من القرص يا جماعه. حاجه كده بجد خطيره. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. حاجه كده عسل عسل عسل. شايفين الجمال؟ اوفر واحسن من بره 100 مره. طيب القرص بقى بتدهنيها حاجه قبل ما بتدخليها الفرن؟ لا يا جماعه، مش بدهنها اي حاجه خالص خالص. انا بدخلها الفرن على درجه حراره 200. بس طبعا انا بسيبها بقى تخمر لتاني مره. اسيبها تخمر لتاني مره وبروح بقى مولعه الفرن على درجه حراره 180. ونشوف الجمال ده بعد ما يطلع عامل ازاي. دي كده القرص بتاعتنا، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين عامله ازاي؟ والسوا بتاعها خطير. اللمعه اللي انت شايفاها دي بقى ممكن تسيحي ايه، معلقه سمنه كده وتدهنيها كده بالفرشه خفيف خفيف. او تعملي ايه، معلقه عسل ابيض بمعلقتين ميه وتدوبيهم وتمسحي كده بالفرشه كده خفيف خفيف. هتديكي اللمعه اللي انت شايفاها دي. شايفه الجمال؟ وده السوا كده من الناحيه التانية. شايفين يا جماعه؟ شايفين هو قد ايه هي هشه قوي قوي بجد، يعني هشه جدا. وبألف هنا وشفا يا رب للي ياكل.